السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ زي ما انتوا شايفين كده زيتون الكلاماتا او الدرسي، وخصوصا اليومين دول مال السوق وسعره حلو جدا جدا. وهقول لكم على كل حاجة في الفيديو ده. هنقول على السعر وطريقة التخليل، ولا هتحتاجي يا ست ليمون ولا جزر ولا معرفش فلفل احمر ولا الكلام ده خالص. هنخلله بطريقة المصانع زي ما بتشتريه من بره. الطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا، ويا ريت نلحق نجيب زيتون الكلاماتا مال السوق. عشان ايه؟ داخل علينا شهر رمضان، كل سنة وانتم طيبين. المهم احنا دايما نقول اهم من الشغل تنظيم الشغل. يلا نسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صل وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ده زيتون الكلاماتا يا ستي او الدرسي، زي كل بلد مسمياه ايه، مسمى معين. المهم ايه، بتعملي ايه يا هاله؟ بنقي طبعا ايه اللي نقول الفروع بتاعته. ممكن تلقي الورق بتاعه، ورق الزيتون بتاعه، تلقي الفرع بتاعه. المهم ننقيه ونخليه زي الفل. ولو في بواقي كده ما يهمكيش، هتطلع معاكي في الميه. بعد ما نقيته كده شويه، خدته كده تحت الحنفيه يا ستي، هغسله. وانا بغسله كده هل انا ايه، الورق بتاع الزيتون هيطوف معاك على وش الميه كده حشي زي ما انتوا شايفين كده. المهم هغسله مره واتنين وتلاته اما يبقى معايا زي الفل وبيلمع وزي الفل. هخلص غسيل وارجع لكم ونحوش الورق منه ونشوف هنعمل ايه ونخليله ازاي. وطريقته سهله وبسيطه جدا. بس قبل ما تندمجوا معايا في الفيديو، اللي ما حطليش اللايك تحط لي اللايك عشان فيديوهاتي توصل لكم بكل سهوله. انا غسلته يا ست اهو، وحشت منه ورق الزيتون، وان كان في اي حاجه وحدايه كده مش كويسه حشيها. المهم نقيه وخليه زي الفل. هو زي ما انتوا شايفين كده الواناته الله اكبر عليها، الواناته جميله جدا. تلقي لونها الغامق اسود، تلقي لونها بنفسجي، اللون الاخضر، هو بيبقى مجموعه من الالوان. سبحان الله. المهم ايه، ما اطولش عليكم في الكلام. انا عندي ايه، نوعين من الملح. الملح الصخري ينفع زي ما انتوا شايفين، وانا يستحب ملح صخري. ما عندكيش ملح صخري يا ستي، الملح الناعم. انا هعمل بالاتنين على فكره، فالموجود عندك هنعمل منه، بس ليه مقدار معين. الصخري ليه مقدار معين، والناعم ليه مقدار معين. كيلو الزيتون الكلاماتا بياخد 12%. انا بقول لك الطريقه بالظبط بتاعت المصانع. اي بياع مخلل او بيعمل زيتون مخصص في الزيتون بيعمله بالطريقه دي، بياخد 12%. طب احنا هنا هنعرف ازاي 12%؟ هقول لك يا ستي. لو هتحطي على كيلو الزيتون الكيلو الواحد هتحطي ملح صخري، هتحطي منه 6 معالق كبار مهرمين، 6 معالق كبار. كيلو الزيتون الكلاماتا بياخد 12%، يعني 6 معالق كبار ملح صخري. طب انا مش هخلل بالصخري يا هاله، هعمل بالناعم. هتحطي 5 معالق على كيلو الزيتون. خليكم ركزوا معايا. على كيلو الزيتون هتحطي 5 معالق من الناعم، وهنحط 6 من الصخري. شوفي انت هتخللي بايه وايه، اعرفي المقدار. دول ال 12%. انا هخلل 10 كيلو زيتون كلاماتا، دول 10 كيلو. بس انا قلت لك مقدار الكيلو الواحد عشان انت ظبطي ملحك بقى. وحطيته كله على الزيتون زي ما انتوا شايفين. طيب هتعملي ايه؟ انا حاطه 30 معلقه على فكره، حاطه 30 معلقه، ما 5 في 10. انا اسفه، 5 في 10، حتى 50 معلقة. تمام كده، لأنه كل كيلو بياخد 6 من الصخري، وبياخد 5 من الناعم. يبقى 6 في 10 ب60 معلقة. أنا آسفة، أنا اتلخبطت بس شوية. وحطيت 5 معالق كبار سكر. كيلو الزيتون بياخد معلقة صغيرة، يبقى بكيلو الزيتون هنقول تاني عشان ما تتلخبطوش معايا، بياخد 6 من الصخري ومعلقة صغيرة سكر، وبياخد 5 من الناعم ومعلقة صغيرة سكر. تمام كده. وحطيته كله على الزيتون وقلبته. ما الزيتون لما انت تبقي غسلاه بقى الملح هيمسك فيه على طول. طب ايه تاني يا هلا؟ اديني خلصت. معقوله يا هلا لا حطيتي ليمون ولا حطيتي جزر ولا حطيتي معرفش هريسه ولا اي حاجه خالص يا جماعه؟ انت بتشتريه. انت ممكن ايام رمضان كده الراجل بيبقى واقف كده بالعربيه بانواع كتيره من الزيتون، وخصوصا زيتون الكلاماتا ده بتلاقيه معلوش حاجه خالص، بيبقى شكله بيلمع كده بسم الله ما شاء الله.
ومعلوش حاجه خالص. ليه بقى؟ ليه بيلمع يا هلا؟ هما بيضيفوا عليه حبه زيتون كده على الوش عشان شكل الزيتونيه تبقى بتلمع، لكن هو معلوش حاجه خالص. طب لو حبينا نحط شويه فلفل شطه اخضر يا هلا، مش مشكله، حطي، مش مشكله، لكن انا بقول لك هو ما بيتحطلوش حاجه خالص. طب انت بتعملي ايه يا هلا؟ انا جبت البرطمان واحد بعبيه قدامكم عشان ما اطولش عليكم الفيديو، هعبي بقيه البرطمانات مع نفسي، بس انا هنا بعبيه معاكم ليه؟ عشان اقول لك ما تمليش البرطمان، سيبي كده شويه كده فاضيين. طب ليه يا هاله؟ عشان الزيتون ده لما بيستوي بيزيد معاكي في الحجم، يبقى في نفس الوقت يتنفس كويس وفي نفس الوقت ما يطبقش بعضيه ما يستوي. وهنقول بيستوي في قد ايه وتفتحي عليه امتى، هنقول حاجات كتيره. انا دلوقتي بعبي، تمام؟ يبقى احنا عرفنا المقدار بالظبط، الملح والسكر. انا عبيت ايه؟ بسم الله ما شاء الله، ال10 كيلو ادوني كميه حلوه. عبيت البرطمانات بتاعتي، ودي الازازه دي او القاروره دي كانت ايه اللي جبت فيها من العمره ميه زمزم. عقبالنا جميعا، اللي ما راحش يروح، واللي راح ربنا يكتبها له تاني وتاني وتاني، وعقبال الحجه الكبيره يا رب يكتبها لنا ربنا كلنا. فانا استخدمتها في التخليل برضه. وده برطمان كنت مخلله فيه ليمون بالعصفر، برضه عبيته ايه زيتون. المهم انا بوريكم كل البرطمانات ناقصه، كل البرطمانات ناقصه، وانا هكتب لكم مقدار الكيلو بالظبط في صندوق الوصف، تمام كده؟ طيب بعد كده يا هلا ايه؟ هنحمي ميه بتغلي والكلام ده؟ لا يا ست، ميه من الحنفيه عاديه خالص. ميه، انا بقول لك الطريقه بالظبط اللي بيعملوها في المصانع. ميه من الحنفيه عاديه خالص، بس غطي الزيتون، امليه، املي الزيتون للاخر. انا بمليه قدامكم، بعمل كل حاجه قدامكم زي ما انتم شايفين كده. سامحوني لو كنت اتكلمت كتير عشان بقولك كل الخطوات اللي انا عرفتها عن تخليل زيتون الكلاماتا بتاع المصانع اللي احنا بنشتريه وبنعجب بيه جدا جدا، وبجيبه معايا من اسكندريه. على فكره اسكندريه مشهوره جدا جدا بالزيتون ده لانه عمره طويل، بيعيش ما بيتهريش. وللاسف زيتون السنه دي اللي هو التفاحي ما كانش بلدي السنه دي، وناس كتيره، انا ما خللتوش السنه دي على فكره، ناس كتيره خللته وما كملش حاجه واتهري وما كانش حلو، لان الله اعلم يقال ان هو زيتون فرنجي مش بلدي. فالزيتون ده بالذات بيعيش. انا المهم مش عايزه اطول عليكم، انا مليت كده ايه الميه، ميه من الحنفيه عاديه خالص، ولا هتحطي زيت ولا حاجه خالص يا ستي، انت بس املي ميه، ولا تحطي زيت ولا اي حاجه خالص. طيب انا بعد ما مليت ميه جبت اكياس ثلاجه كده، اي اكياس عندك، وغطي البرطمانات بتاعتك. طب ليه الاكياس هي هاله؟ عشان احنا الغطيان بتاعت برطماناتنا ما فيهاش ايه الجوان اللي من جوه. ايه هو الجوان ده؟ بتبقى جلده كده من جوه بتقفل على الهواء، فانا بحط مكانها الكيس ده عشان يخلي الغطا يقفل معاكي كويس قوي. شايفين اهو، اقفلي كويس. انا ماسكه الكاميرا بايد معلش فبقفل بايد واحده، بس انا بعد الكاميرا هقفل تاني كويس. فانت ايه اهم حاجه؟ القفل. يبقى الميه لازم ايه تجيب اخر الزيتون كده، غطيه ميه كده. شايفين ازاي؟ انا قفلت البرطمانات بتاعتي. هنفتح عليه امتى هنا؟ ده بيتفتح عليه بعد 4 شهور، بس انت كل شهر ونص كده افتحي اطمني في حاجه على الوش خشيها، مفيش حاجه اقفلي واسيبيه زي ما هو، وبعد 4 شهور افتحي يا ستي وهتاكلي احلى زيتون. وان شاء الله هنفتحه مع بعضينا وهنشوف احلى زيتون كلاماتا مع بعضينا مخلل بطريقه بسيطه جدا جدا زي طريقه المصانع. ودي يا ستي دي حبه البرطمانات اللي انا عملتها معاكم، وكل سنه وانتم طيبين. وعلى فكره انا عايزه اقول لكم السعر بسرعه قبل الفيديو ما يخلص. انا جبت الكيلو ب25، قل ب40 خدته ب25. وما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك في القناه. كل سنه